يقوم سكان الإيغور الذين يعيشون ويتعلمون في مناطق مختلفة حول العالم بالاحتجاج بشكل دائم ضد الاحتلال الصيني لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية. وفي الآونة الأخيرة نظمت منظمة الإيغور العالمية احتجاجات ضد حكومة الحزب الشيوعي الصيني في مواقع مركزية في العاصمة واشنطن وأمستردام واليابان وهولندا وتركيا وروسيا، موضحة في ذلك سياسات القمع والاضطهاد التي تتخذها الحكومة الصينية ضد الإيغور، وقد اجتذبت هذه الفعاليات اهتمام الكثير من الجهات. في 22 من يونيو في منطقة شينيان تم التعامل مع رجل بطريقة غير عادلة، وردا على ذلك قام هذا الرجل باستخدام سكين حادة وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء. ويذكر أن الوضع الحالي في الصين مليء بالعنف وانعدام الأمن. منذ تولي حزب العدالة السلطة في تركيا عام 2002 تدخل تركيا اليوم في تغيير تاريخي كبير، بحيث تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر تحدي في الساحة السياسية منذ 15 عاما، ويتجاوز عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات 56 مليون ناخب، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية هذا المساء. قامت الطبيبة الإيغورية مقدس نور التي هاجرت إلى اليابان بعقد اجتماع في مدينة توبيكا في الجزء الشمالي لمحافظة ميازاكي في اليابان، وقامت بشرح نحو 150 ملف تعدي واضطهاد قام به الحزب الشيوعي الصيني المحتل لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، بحيث يتم القبض على الإيغور والأقليات العرقية الأخرى وسجنهم فيما يسمى مراكز التدريب والتعليم الثقافي، ويتم تعذيبهم بشكل ممنهج، وقيام الحكومة الشيوعية بالإساءة لحقوق الإنسان وهدم المساجد وغيرها الكثير من أعمال العنف. وقد رد الحاضرون باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الإيغور. بحسب مصادر BBC البريطانية في 23 من يونيو وقع انفجار باستخدام قنبلة يدوية في تجمع في العاصمة الإثيوبية نتج عنه مقتل شخص واحد وإصابة العشرات، بحيث كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلقي خطابا، وقام أفراد الأمن على الفور بإخراج آبي أحمد من موقع الحادث. وجاء في التقرير أن أحمد وصف الانفجار بأنه محاولة يائسة بسبب رؤية أناس متحدون في إثيوبيا.